محمود شاب مكافح، عنده 26 سنة، بيعاني من مرض مزمن. كلنا عارفين المرض ده، ضمور في العضلات. وطبعا المرض ده خطير جدا وبيأثر نفسيا وجسديا ومعنويا على كل الناس. بس رغم كده محمود ما استسلمش للمرض، كمل تعليمه. محمود خريج إعلام، محمود بيحارب المرض. محمود بيشوف كل الحلول اللي يقدر يتعالج بيها. محمود محتاج حقنة ب150 مليون جنيه، بمعنى أصح حقنة العمر. هو مش بيلم تبرعات ومش عايز حاجة من حد غير الحقنة دي علشان يقدر يقف على رجله ويحقق حلمه ويحقق حاجات كتير قوي نفسه فيها. خلينا نرحب بمحمود ونحييه. وبجد انت شاب بطل وجميل جدا ومكافح يا محمود. بنرحب بيك بقى. نفسك في ايه يا محمود؟ الأول أعرفكم بنفسي. أنا محمود عزت، عندي 26 سنة، عندي دور على الطفل اللي أنا نفسي فيه. أنا بناشد المسؤولين إن أنا أتعالج وأبقى كويس. نفسك تتعالج وتبقى كويس؟ طبعا. هتتعالج والله وهتبقى كويس يا محمود. نفسك في ايه تاني؟ ده اللي نفسي فيه، مش أكتر. ده اللي أنا نفسي فيه، مش أكتر. بس انت عملت حاجات كتيرة قوي حلوة يا محمود، طبعا. نموذج حلو قوي. طبعا. كملت تعليمك. طبعا. بس استسلمتش للمرض. انت يعني بطل، ما استسلمتش فعلا للمرض. عشان الواحد نفسيا ميبقاش، يعني لو يبقى متضايق بيأثر طبعا على المرض. الواحد ما استسلمش للمرض، فأنا كملت تعليمي، دخلت كلية الإعلام. بس طبعا كان في صعوبة طبعا، يعني في التنقل والحركة. كان في صعوبات. طبعا زي ما تقولي. بس انت عملت يعني، بس برضه ما استسلمتش ما للصعوبات. استسلمتش و... وكنت بتحارب طبعا. وبتتابع على السوشيال ميديا وبتشوف اي حلول لمرضك. طبعا. وجه رسالة لكل حد عنده نفس مرضك، تقوله ايه؟ طبعا اللي عنده نفس مرض ما يستسلمش طبعا، وبيكمل تعليم. ويعني وأي يعني عرض تقابله ما يستسلمش ليه، وإنه يواجه. انت بطل بجد، انت بطل. انا عن نفسي فخورة بيك، ومامتك وكل اصحابك وكل الناس فخورين بيك يا محمود. وهتخف وهتقف على رجلك الله إن شاء الله. ان شاء الله. نفسك في ايه تاني؟ بس أنا نفسي فيه، أنا أتعالج كويس. هتتعالج وهتبقى كويس. عايز تقول حاجة تاني؟ ما أنا عايز أقوله إن أنا يعني بناشد المسؤولين إن أنا أتعالج وأبقى كويس، وبوجه رسالة للمرضى بنفس المرض ما يستسلموش، اللي عنده نفس مرضك ما يستسلمش. ويكمل تعليمه بكل وعي، عشان ما يستسلمش للمرض ونكمل تعليم. بس هتخف وهتقف على إن رجلك شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك يا محمود.